موتور العربية مش بوتاجاز يا داوود. ما تستخدمش السترس كده يا داوود، السترس مش معمول لكده. مش هقول اللي استحقه في الفيديو عشان زعل وعمل لي بلوك. وانت ليه صح اي حد بيقول اي حاجة غير اللي بتقولها بتعمل له بلوك؟ مش موضوعنا دلوقتي. لو شفت حد بيستخدم السترس بتاع البوتاجازات في تنظيف غرف الحريق قول له طيب بص على ظهر العبوة الاول، طيب شوف التحذير اللي كاتبه لك. المفروض انك قبل ما تطلع تصور فيديو زي ده تكون فهمت الاول هو هيأثر ولا لا. طيب السترس ده معمول لتنظيف دهون البوتاجازات، بس مكتوب عليه تحذير واضح ما ينفعش يستخدم على الألمونيوم. يعني لو رشيته في غرفة حريق أو صبابات هيتفاعل مع الألمونيوم، يعمل حفر صغيرة وتآكل ويشوه سطح الألمونيوم. وكمان لو جه على كاوتش الصباب أو السوست أو حتى الشمبر بينشف الكاوتش. مش مصدقني؟ جيب ويسيل صباب جديد ورش عليه شوية وسيبه شوية وشوف هيبقى عامل إزاي. بالمناسبة مش أنت أول واحد تتكلم عن السترس، في ناس كتير جربته خرب لها ويسيلات صباب كتير. من الآخر ده مش تنظيف، ده تخريب. موتور العربية مش بوتاجاز يا داوود. نظف بمزيل كربون مخصص، وانت عارف ان مفيش حاجة تتفوق عليه. مش اي حاجة تلمع تبقى مفيدة. تابع المش مهندس عشان اقول لك ايه الصح من الغلط دايما.